السلام عليكم. إعلان هام إلى جميع القراصنة الجزائريون. تم اليوم 7 جانفي 2013 إلقاء القبض على القرصان الشاب حمزة بندلاج الجزائري في بانكوك في تايلاند، الذي كان مطلوب لدى البوليس الفيدرالي الأمريكي في تايلاند. وبما أن تايلاند هي التي قامت بالقبض على الهاكرز الجزائري حمزة بندلاج، فسنقوم بقرصنة جميع المواقع التايلاندية انتقام له. نحن القراصنة الجزائريون، العين بالعين والبادي أظلم. التعامل مع الجزائريين كالتعامل مع الذخيرة، الغلطة الأول هي الأخيرة. السلام عليكم.